كونيتشوا ميناسان، اهلا بيكم في فيديو جديد. جات لنا كومنتات بخصوص انكم مش عارفين تحملوا شخصيات فيتيوب من على موقع بوس مجانيه. احنا عايزين شخصيات وكاركتر مجانيه تكون كيوت زي كده. ازاي الاقي ده؟ انا مش بلاقي الاتنين تلاتة بس، لا في كتير، وفي كتير مجاني كمان. في حاجات مش محتاج انك تدفع لها حاجه، وفي حاجات محتاج انك تدفع ليها. فخلينا نشوف بندور عليها ازاي. انا لما بكتب هنا في السيرش بتاع بوس مثلا لايف 2 دي موديل، مش بيجي لي كاركتر، فانا هحط لك الجمله دي اللي هي دي فري، كلمة بالياباني لايف 2 دي مدرو لايف 2 دي موديل. الجملة دي بالظبط هسيبها لك في الوصف بتاع الفيديو، انسخها كوبي بس وابحث بيها بوس وبعدين اضغط انتر، وهيجي لك بقى كل السكنات المجانية اللي تقدر انك تستخدمها زي ده. لو دخلت جوه واحدة هتجيب لك البقية، لو دخلت جوه واحدة منهم هتجيب لك البقية ليهم. يعني مثلا لو ضغطت على دي اللي هي الشخصية اللي هي كان انمي، اللي هي المحروقة على طول، اللي كانتش بتتكلم، كومي سان، منها جبت شخصية تانية اهي، لقيتها تحت مجانية، وبتدخل على الصفحات بتاعت الناس اللي تحت دي وتشوف عليهم لو ناشرين حاجة مجانية، هتنزل تحت related item هتلاقي في حاجات كمان منشورة مجانية اهو. الكاركتر دي مثلا كيوتة جدا ومجانية، لما بدخل على واحدة بلاقيها بتوديني لغيرها. كل ده بسبب ان انا كتبت ايه في البحث كذا. شايفين الكاركتر اهو؟ كل ده بقى انت يعني تقدر تعتمد عليه بالرياكشنات بتاعتها. طبعا يعني ما تنسوش تقراوا الوصف بتاعها وخدوا ده كوبي بيست، لو مكتوب بالياباني ومش مفهوم منه حاجه ترجموه على جوجل، او خدوه كله كوبي بيست وحطوه في الفيديوهات بتاعتكم انتوا بتستخدموها، بس عشان لو في حقوق طبع ونشر وما الى ذلك. في حاجات تانية مجانية اهو. ادى الكاركتر دي برضو احنا ما شفناهاش قبل كده، مكتوب عليها 0 برضو، دي نقدر نحملها فري عادي ونضيفها للبرنامج بتاعنا اهو. دي شخصية مكتئبة قوي بصراحة، يعني الناس اللي بتحب الحاجات المكتئبة دي يعني هتكون حاجة لطيفة. في برضو لو احنا دخلنا اي صفحات حد من دول رسامين على فكرة، زي ما انا كنت قلت لكم قبل كده ان بوس اصلا موقع ممكن لو انت بتعرف ترسم تنزل السكنات بتاعتك عليه، فهي موفرة حاجات اهي من غير فلوس. دي مثلا الكاركتر دي هي موفرة من غير فلوس بس، فتقدر انك تحملها لو حد بيحب حاجة سيمبل زي دي، نقدر تعتمد عليها. وهي حاطة الحاجات بتاعتها ايه من ضمن الحاجات اللي هي حطاها عشان خاطر نعتمد عليها. عشان يجي ينزل بيقول لك ايه، يحظر الاستخدام التجاري واعاده التوزيع وصنع السلع بهذه الشخصيه. انت ما تقدرش تعمل لنفسك براند بيها، يعني ممنوع طبعا لانها حقها. يمكن توزيع عملك ونشره على تويتر مفيش مشكله، وانها ليست اذا ساكون ممتنه لو تفضلتم بذكر ليلى هيراجي، يعني تحطوا اسمها في فيديوهاتكم اللي انتوا بتعملوها. واذا وجدت انتهاك، يعني انت ما عملتش اللي قالت عليه ده او استخدمت الكاركتر بتاعتها، هتفرض عليك رسوم استخدام وهي 10,000 ين يوميا اعتبار من تاريخ النشر. يعني كل فيديو هتنزله وما عملتش اللي هي قالت عليه بالكاركتر بتاعتها، من حقها انها تقضيك وتاخد منك 10,000 ين. انتوا بتستسهلوا بالموضوع وتفكروا ان ايه ده كاركتر من على النت وعادي وكده، لا مش عادي، مش عادي حقيقي. انا ترجمت الصفحة باللغة العربية عشان خاطر نقرأ الكلام دي سوا، لانه كان مكتوب باللغة اليابانية. فاقرأوا كويس اي تعليمات موجودة على السكن ونفذوها وجربوها الاول عشان لو حصل مشكلة. برضو في حاجات تانية مجانية. لو احنا دخلنا على الكاركتر دي مفيش مشكلة ابدا. انا دخلت عند واحدة مجانية، كتبت في البحث كذا وبعدين دخلت على دي، لا غالية جدا يعني، لا ما ندخلش الحاجة زي دي. في بقى دي مثلا، دي برضو دي مجانية. في حاجات كتيرة 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 جدا مجانية، يمكن كاركتر انتوا عمركم ما شفتوها اصلا في السوق اهو. برضو يفضل انك تقرأ التعليمات بتاعتها. برضو ليها حاجة ممنوع ان هي تعمل بيها لايف ستريمينج وحاجات كتيرة برضو، اتبعوا التعليمات. في كمان مجانية اهي. كاركتر شفتوها قبل كده الحاجات دي، شبه مصاص الدماء برضو اهي. في ايه تاني ممكن يجيبوا مجاني؟ في الكاركتر دي، في دي اسمها لومي برضو مجانية. شايفين كيوتة جدا جدا جدا، شبه الشخصيات اللي هي مش انمي، لا شبه الشخصيات بتاعت المانجا، اللي هي المانهوا بالتحديد بتبقى تبع الصين وكوريا وكده. بالنسبة للأولاد اهي شخصية أولاد اهي مجانية.
طالما دخلتوا جوه شخصيات الاولاد هتلاقوا شخصيات كتيره مجانيه. ننزل تحت ندور على اي شخصيات تانية مجانيه. ادي شخصيه كمان للاولاد اهي مجانيه، وده شخصيه كمان اهي للاولاد مجانيه. في حاجات كتيره مميزه، دي كلهم بقى بفلوس. لو احنا عايزين نضغط مور نجيب باقي الكاركتر، دي كلها حاجات بفلوس، بس اللي فوق كانوا من غير فلوس. كل ما تدور كل ما تدخل جوه كاركتر كل ما هتلاقي غيرها، يعني كل ما تدور كل ما تلاقي غيرها. يبقى مشكلة البحث عن اي حاجة 2D مش صعبة ابدا نهائيا، مش صعبة نهائيا. تمام، اتمنى لكم التوفيق. سايونارا.